تشابي الونسو ممكن ان هو ينجح مع ريال مدريد؟ بص يا سيدي، علامات المدرب الناجح ان هو يقدر يمسك فرقه صغيره ويعمل منهم موسم تاريخي، وتشابي الونسو قدر ان هو يعمل ده مع بايرن ليفركوزن وقدر ان هو يعمل بيهم موسم اللا هزيمه. لكن العلامات الانجح انك انت تاخد فرقه عندها شخصيه وشخصيه قويه جدا وتقدر تفرض شخصيتك عليهم جوه اوضه اللبس، في نفس الوقت تقدر تعمل بيهم نجاحات انت ما تتخيلش انك انت ممكن تعملها. طب الكلام ده معناه ان تشابي الونسو يقدر ان هو يمسك فرقه زي ريال مدريد ويعمل بيهم انجاز تاريخي؟ الحقيقه هو ان ريال مدريد مش محتاج انجاز تاريخي، ريال مدريد محتاج ان هو يحافظ على مكانته، لكن الانجاز التاريخي تشابي الونسو قدر ان هو يعمله مع بايرن ليفركوزن. ايوه، انت عايز تقول لي ان تشابي الونسو ممكن ينجح مع ريال مدريد؟ الحقيقه انا لو قلت لك اه او قلت لك لا ابقى كذاب، لان ببساطه انت ما عندكش مؤشرات لنجاح او فشل تشابي الونسو مع ريال مدريد. فممكن تتوقع له النجاح الباهر زي ما عمل تشابي هرنانديز مع برشلونه، او ممكن تتوقع له ان هو ممكن ما يعملش اي حاجه زي هانز فليك مع بايرن ميونخ، او ممكن تتوقع له النجاح البشع اللي عمله لامبارد مع تشيلسي. اقول لك على حاجه، كل دول كانوا متوقعين لهم نجاح او فشل زي ما انا قلت لك، وفي النهايه حصل العكس. طب انت بقى تفتكر وتقول لي في الكومنتات، هل تشابي الونسو يقدر ان هو يقوم بريال مدريد ويرجعهم لمكانتهم، ولا فرض الشخصيه جوه اوضه اللبس هتاثر عليه؟ ما تنسوش تقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات.